ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. زي ما انت شفت كده عنوان الفيديو، انا بعمل احتفاليه باول 100 مشترك معايا على القناه. مبسوط جدا جدا ان اول 100 مشترك معايا على القناه، وان في ناس بتتفرج عليا، والحمد لله. يعني المحتوى الى حد ما بيتشاف، تمام. وعشان كده قررت ان انا بس احتفل، يعني اقول لكم ان انا مبسوط جدا ليكم. شكرا جدا جدا لكل واحد عمل لي اشتراك في القناه، وكل واحد من بس يعني اداني من وقته ان هو يتفرج عليا حتى لو مده بسيطه جدا جدا جدا. شكرا جدا ليكم، انتوا على راسي، ونحتفل مع بعض بال1000، ونحتفل مع بعض بال10000 وبال100000 وبالمليون كمان. ولكن وسط الاحتفالات دي، تمام، حصل حاجه محتاج ان انا اشارككم فيها، يعني اتشارك معاكم فيها يعني، تمام. امبارح نزلت فيديو بتكلم فيه عن الاهلي، وبتكلم فيه عن صفقات الاهلي، وبتكلم فيه عن ان الاهلي عمل صفقات ومبقاش يبص لحته البطولات. مبقاش فيه بطولات، يعني الموسم اللي فات الاهلي عمل صفقات كبيره جدا، ولكن كان هيطلع موسم صفري لولا ان اتلحق من الاتحاد واتلحق من رابطه الانديه بتعديل بعض القوانين و الى ان جالي تعليق على اليوتيوب، تمام، من استاذ اسمه استاذ طارق، مشكورا يعني. كتب لي كومنت، انا بصراحه استوقفني الكومنت ده بصراحه، يعني ما اكدبش عليكم. الكومنت يعني عارف انت فيه كده كلام ايه اللي هو هيوقفك مكانك كده، فاهمني؟ بيقول لي: هو انت مين عشان تتكلم على الاهلي؟ انت مين علشان تتكلم على الاهلي؟ فحسيت ان الكومنت اللي هو ايه، يعني ايه انا مين عشان اتكلم؟ هو انا محتاج ابقى حاجه؟ يعني محتاج ان انا كشخصي مثلا ان انا ابقى حاجه، ابقى مثلا شغال في هيئه حكوميه، او ان انا مثلا مشترك في نادي معين، او ان انا مثلا شخص معروف، انفلونسر مثلا، حد كده مؤثر عشان اقدر ان انا اتكلم على الاهلي مثلا؟ او يعني هل مثلا الكاتيجوري بتاعتي لازم اكون في كاتيجوري معين عشان اقدر ان انا اتكلم على الاهلي؟ ولا حضرتك تقصد، تمام، وبالمناسبه الكومنت هوريه لكم دلوقتي يعني، ولا حضرتك تقصد انا مين كنادي بما ان انا بشجع الزمالك؟ فتختلف. يعني حضرتك لو تقصد انا مين كنادي، فانا نادي بشجع نادي الزمالك، الحمد لله، باخد بطولات، منافس في الدوري. ف يعني حاجات كتيره جدا ممكن نقعد نتكلم فيها لو انت قصدك انا مين كنادي. لكن لو قصدك انا مين كشخص، فاكيد ان انا، يعني انت بتقول لي انت مين عشان تشجع او تتكلم على الاهلي، فاكيد مع احترامي الكامل لحضرتك انا اكبر بكتير قوي من ان انا اتكلم عن الاهلي. الاهلي ده يعني بالنسبه لي انا حاجه صغيره جدا ان انا اتكلم عليها بصراحه يعني. يعني انا بس بتكلم على الاهلي عشان، وانا مش من نوع الناس اللي هو تتكلم وتطلع وتشتم ونعمل بقى حاجات عشان نزود عدد المتابعين. لا يا باشا، انا مفيش الكلام ده. انا لما جيت اتكلمت على الاهلي، جيت قلت بكل احترام ان الاهلي السنه اللي فاتت ما كسبش فرق كبيره. وارجع كده هتلاقي يا باشا الفيديو بتاعي موجود في القناه، ارجع كده اتفرج عليه. انا ما هاجمتش الاهلي بشتيمه ولا بسب ولا باي حاجه. انا اتكلمت ان الاهلي مصدر مشهد ان انا نادي وفي مظلوميه، او ان انا نادي باخد بطولات، او مع العلم ان انت حضرتك السنه اللي فاتت اللي لسه خلصان حضرتك واخد بطوله واحده. انا كزمالك واخد بطوله واحده. بالمناسبه يعني. انت فاهمني؟ فبالتالي انت ما تجيش حضرتك تقول لي انا مين. لا، انا بتكلم، انا من حقي ان انا اتكلم. انا مش بتكلم في حاجه انا مش فاهم فيها، لا خالص. انا بتكلم في حاجه انا فاهم فيها، وفاهم في الكوره، وعارف ايه اللي بيحصل. وانت ذات نفسك اكتر واحد انت متضايق كمشجع اهلاوي باللي بيحصل حاليا في الاهلي ده مبدئيا. بس يعني لو مش متضايق يبقى انت عادي، الموضوع ما يفرقلكش عادي. لكن اللي بيحصل في الاهلي اكيد انت متضايق عشان، تمام. ليه؟ لان انت ما عملتش حاجه في كاس العالم للانديه. الصفقات المليار دي اللي انت جبتها، ولا مليار وشويه اللي انت جبتهم، ما عملوش حاجه. في حين ان في انديه في نفس القاره، ما صرفوش الصرف اللي انت صرفته ده، وعملوا اداء كويس جدا. وانت عارف حاجه زي كده بالمناسبه يعني. وانت عارف ان النادي بتاعك فيه مشاكل، وانت عارف ان النادي بتاعك بيعمل صفقات عشان يداري على مشاكل كبيره قوي. اولها واهمها ماتش الانسحاب اللي انت انسحبته قصادي فيه بالمناسبه. بس يعني ماتش الانسحاب، هو انا عارف كلمه الانسحاب دي بتضايق الاهلاويه قوي. يعني كلمه الانسحاب دي انا ممكن اقول اي حاجه الا ان انا اقول الاهلي انسحب. فيا جماعه الخير، هو الاهلي انسحب قدام الزمالك الموسم اللي فات، وكابتن محمود الخطيب مشكورا بعت الجمهور والفريق ما راحش بالمناسبه. بس يعني فشكرا جدا لانسحابك يا كابتن محمود. وما تجيش بقى تقول لي ده احنا خدنا البطوله ومش هنكمل، وهنكمل عشان انت كملت
وكملت بالحاجات اللي الرابطه عايزاه، وحاجات كتير قوي كده يا كابتن محمود انت عارف ايه اللي حصل فيها. فشكرا جدا لانسحابك. انت بتعمل الحاجات اللي الزمالك بيعملها، يعني انت بدات تعمل الحاجه اللي الزمالك اللي انت كنت بتتريق عليا فيها واللي انا بعملها فانت بتعملها. فشكرا جدا ليك يا كابتن محمود يعني. ده بس اللي كنت طالع اتكلم فيه. كنت حابب اقول شكرا ل 100 مشترك معايا عندي على القناه، وان شاء الله بيكم نوصل ل 100 ل 1000 و2000 و10000 و100000 ومليون بفضل دعمكم ليا، طبعا فضل ربنا الاول ثم دعمكم ليا. شكرا جدا ليكم، وانا بعتذر جدا جدا لو في اي اطاله من خلالي.